حرب مستمرة؟ بيتح مستمرة. انظر حولك، قيم الوضع. الحرب إلها جمالية زي الحب. Hello, President Trump. I know you appreciate alternative facts. So here are a few basic truths any first-time visitor should know. Like when Prime Minister Netanyahu says he supports a two-state solution. الحرب بتقوي فينا الصمود والمقاومة. الحرب باستطاعتها إنه تغطي على أي نقص وتحوله لمنفعة. لكن على المحارب الشجاع إدراك طبيعة الحرب الطويلة. إذا طالت الحرب 70 عام أو أكثر، كن على يقين إنه رح تظهر عوارض الحرب النفسية. من الطبيعي بعد انقطاع المحارب الشجاع عن وطنه ومواطنته، عن حياته الطبيعية اللي كتار ممكن يحسوا إنها مملة، زواج، تربية، تعليم، اكتشافات، اختراعات، حياة اجتماعية طبيعية، إنه تبلش تظهر عوارض عند المحارب المنهك. ظاهرة الانفصام وتشظي ذات المحارب التي قد تؤدي إلى نسيان السبب الأساسي للحرب، وربما تؤدي إلى الخرف. أقل ما فيها من خطورة هي قضية القدس. انطوائية واختصار المحادثات والحديث التي تظهر مع فقدان القدرة على التركيز في متابعة الأحداث والمستجدات السريعة. لن نتخلى عن فلسطين ولا بفلسطين. وسواس قهري يؤدي إلى تهيؤات وهلوسات. اللي خطفوا أولادنا رجعوهن، وأحسن لكم ترجعوهن هسه. جهلة 1400 ومراهقة المحارب وتغيرات نفسية تؤثر على سلوكه. تسلم. هاي حرب ربانية، وراك حتى لو العدو قرر انه يخسر الحرب، احنا وراه للجحيم. حتى لو رجعت فلسطين مسك شور، بدنا نحارب. 70 سنة، 70 سنة من حروب طويلة منهكة، 70 سنة من أمراض نفسية، 70 سنة من تشظي الذات وانقسام على نفسها، 70 سنة بس الأمل موجود. هالمحارب فلسطين تعلم دروس ممكن تفيده بالمستقبل بعد ما يخلص الجيش. مش ممكن هنعود فقدنا السيطرة ولا بعد في بصيص أمل. نعود في الشام تصور، رؤية استراتيجية. بدناش نكون مع المهندسين. كاش تلقي نظرة على الخريطة، نظرة تشوف شو عم ببنوا الجماعة. ليه لك خاطر؟